انا سبت كليه هندسه وعايز احكي لكم الحكايه. في 2021 انا دخلت الكليه. انا كان عندي شغف رهيب اتجاه فكره الفيلم ميكنج والفيديو اديتنج وصناعه المحتوى وكل هذا الكلام، قبل على فكره تيك توك وقبل كل الكلام ده وكان عندي تصورات كتيره قوي للمكان اللي اسمه هندسه ده. بس لما دخلت اكتشفت فعلا قد ايه ان المكان ده مش مكاني، الناس اللي فيه مش شبهي، الحاجات اللي انا بدرسها انا مش مهتم ب2 جنيه اني ادرسها او اعرفها. ببقى قاعد في كل محاضره يا القرف ده هيخلص امتى وانا همشي امتى من كده. ورغم كده انا جبت تقدير كويس في الترم الاولاني، ولكن في الترم الثاني بقى لما خلاص تعبت جدا جبت مقبول وشلت ماده. ولما السنه خلصت انا حسيت ان انا مش عايز اكمل في المكان ده، وانا في حاجه في دماغي انا مش عارف هيجي من وراها حاجه ولا لا، لكن انا كنت عارف ان انا عايز اعمل حاجه ليها علاقه بالكونتنت كرييشن او الفيلم ميكنج او كل هذا الكلام. فقررت ان انا اخد سنه واقعد في البيت واجرب. الكلام ده كان في 2022. قعدت اجرب شويه، اتعلم فوتوشوب شويه، ادخل في بريمير اتعمق فيه اكتر، اعمل شويه فيديوهات على يوتيوب مش عارف مين، لحد ما جالي فرصه شغل. وقتها عرفت اخيرا ان الحاجه اللي انا بحاول اني اعملها دي ممكن يجي من وراها فلوس، ممكن تعيشني، مش مجرد ان هي حاجه انا بحب اعملها وخلاص. وده جاي بالصدفه الرهيبه. ووقت ما سبت الكليه مفيش بني ادم في القرار ده كان معايا، مفيش حد كان موافقني في القرار ده. اشتغلت اول شغلانه فضلت مكمل فيها، وبسبب اول شغلانه اشتغلت تاني شغلانه، وبسبب تاني شغلانه اشتغلت تالت شغلانه. ومن وقتها وانا ابتديت فعلا اعمل كارير في الحته دي. والحمد لله الاوضه اللي انا قاعد فيها دي دلوقتي انا اللي جايب كل حاجه فيها، وانا اللي مظبطها وفارشها وعامل كل الكلام ده، وده المكتب بتاعي، وعايش لوحدي ومعتمد على نفسي من سن صغير. الناس كلها شايفه ان انا ضيعت سنة من حياتي، وانا شايف ان انا حافظت على 20 سنة من حياتي. فانا ممتن لنور اللي كان عنده 19 سنة وقدر ان هو ياخد خطوة شجاعة جدا زي دي. انا بحبك. وبعدين مضطر رجعت الكلية. ويا جماعة انتوا مش متخيلين بجد انا قد ايه بكره المكان ده، قد ايه هو معطلني، وقد ايه ماسكني من دماغي، وقد ايه حاسس انه مكتفني. انا بكره كل لحظة بقضيها في المكان ده، وما اعتقدش ان انا هتخرج قريب. وانا حاليا عايش رحلتي، ببني حاجة واحدة واحدة وبمشي فيها، ومستمتع بصراحة رغم كل الصعوبات والتحديات يعني الواحد بيشوفها كل يوم. واللي عايز اقوله هنا ان بجد مفيش حد في حياتك هيبقى عارف انت عايز ايه اكتر منك. وفي كتير من الاحيان الناس اللي بتديك نصيحة هي ناس عايشة حياة انت مش عايز تعيشها، وبيدوك نصيحة حبا فيك طبعا ورغبة في انك تبقى كويس وكل هذا الكلام، ولكن هم بيدوك نصيحة بناء على تجربتهم في الحياة، وانت جايز ما تكونش عايز تعيش تجربتهم. جربوا لو انتوا عندكم خطة وخدوا تجربتكم في الحياة. شكرا.